لو كان في الزيطة كلام طالع اسمع دي الكرة في الشارع، رافض تحليلنا وهتمانع، طب شوف الكرة في الشارع. لو كنت جاي تفتي وخالع اثبت دي الكرة في الشارع، ده كلامنا جديد فعل مضارع، طول عمر الكرة في الشارع. الكرة في الشارع مع أحمد المصري ومحمد عبد النبي. انا عايز اقول حاجه بس بيني وبين عامر كده، يعني احنا اكتر اتنين عارفينها. اسيبه قمت مديله، فالناس كلها بقت عارفاها خلاص. اسيبه رحت مديله، اسيبه قمت مديله، اسيبه قمت مديله، اجليله قمت مديله، مش هينفع تكلمني ليه كده، قابلته قمت مديله، زاولته قمت مديله، انا دقرته قمت مديله، لوحده قمت مديله، لوحده قمت مديله، سنطرته فسحته قمت مديله. حصريا على موقع مهرجانات قمت مديله، طلعت مبروتي فرنت سنجتي دخلت عدتي قمت مديله، لحمت طريقتي عبرت غزلت شددت عدتي. اتكل على الله ما صدتش تعبر انت اي حد قلبي مستعد قمت مديله، كرمشت سحلتي ضربوا حضرتي بلاش خزيت تكلمني ليه كده، واحد بطل قلبه جابه قال لي يابا لعبك جوله، ظبط نفسي ظبط حاله، اتمني فارس من دوله، اتمني فارس من دوله. معاك سلاح؟ قال لي معيش سلاح، قلت له معايا سلاحين، كل واحد اهو وانا واحد اهو. بيهوش اتكل على الله، بيلوش قمت مديله، بيهوش قمت مديله، بيلوش قمت مديله، بيتنطط كلمني ليه كده، ده هيعبط قمت مديله، شديد حزام قمت مديله، بالتكه قمت مديله، دماغه ولمت قمت مديله، اكيد خربت قمت مديله، اكيد خربت قمت مديله، انا فعل بدله مش حديد وبدله مش راجل بدله وش قمت مديله، انا اكسب بدخل لبسش ماتش لبس حارب بدله اتكل على الله، ما غيرتش في المحيط الجد في الحرب وخدت في الغويط قمت مديله، انت تبصش تدار عليا جاي بتفكر مش عبيط اتكل على الله، فارس لفارس نفسي طويل واخدها دغري انا مش العويل، وصلت خفيف انا اكسب التقيل، وخدت بالك بقى يا جميل، وخدت بالك بقى يا جميل. على موقع مهرجانات تكلمني ليه كده، ودخل عليه حدش اللي هو يضربني، استنى يضربني قمت مديله، اسيبه قمت مديله، اسيبه قمت مديله، اجليله قمت مديله، مش هينفع قابلته قمت مديله، زاولته قمت مديله، انا دقرته قمت مديله، لوحده قمت مديله، لوحده قمت مديله، سنطرته قمت مديله، فسحته قمت مديله، اسيبه. اهلا بيكم في حلقه جديده وكوره في الشارع، وزي ما عودناكم دايما نجوم كره القدم في مصر ونجوم الرياضه بصفه عامه هيكونوا معانا ضيوف في كوره في الشارع. النهارده ضيفنا ضيف خاص جدا، كان المفروض هو اللي ينزل لنا في الشارع لكن ظروف خاصه اجبرتنا ان احنا نطلع له فوق. في البدايه طبعا بنقول له الحمد لله على السلامه وان شاء الله ترجع احسن من الاول. هو حارس مرمى منتخبنا الوطني وحارس مرمى نادي الانتاج الحربي عامر برحب بيك في كوره في الشارع. حبيبي يا مصري ومنورني ببيتي، وكان نفسي اكون معاك في الشارع، بس ان شاء الله الفتره اللي جايه باذن الله اكون معاك في الشارع باذن الله. كمان زي ما قلنا اعزائي المشاهدين ومتابعين كره في الشارع، النهارده كان معانا مفاجاه لازم كانت تبقى موجوده النهارده معانا. هو لو ما كانش لاعب كوره كان هيبقى نجم شباك وشاشه كبير قوي، ابن البلد، ابن اسكندريه، صاحب اكبر مقوله اسيبه تمديله. منورنا كابونجا ومنورنا كابتن عامر، الحمد لله على السلامه، ويا رب كده يا رب تبقى ترجع احسن من الاول في اقرب وقت ممكن باذن رب العالمين. حبيبي يا محمد، الله يسلمك يا حبيبي. عامر عايز ابدا معاك، يعني اكيد انت لسه عامل عمليه من فتره قريبه وعايزين نطمن عليك ونطمن مشاهدين كرة في الشارع على حالتك، و يعني ان شاء الله قدامك قد ايه بقى عشان نشوفك تتألق في الملاعب مرة تانية؟ بص الحمد لله العملية عملتها يوم الخميس يوم 21 22، فان شاء الله 3 شهور باذن الله وابقى متواجد في الملعب باذن الله. احنا عايزين نعمل حلقتين لكابونجا بجد يا جماعه على ربيع الكرة المصرية. انا عايز بس ايوه حبيبي انت مصري طبعا، اكتر واحد فرحان ان احنا طلعنا البيت هنا عند عامر هو المصري. وحشتنا اوضه 503. هو يعني المفروض احنا كنا في الشارع بس عشان الظروف بتاعت عامر، فهو ما استناش حتى عامر يقوم بالسلام، يعني هو ما صدق يطلع هنا عشان هو بيجي دايما جعان. كابونجا يعني
علاقتك بعامر واضح ان هي علاقه قويه رغم ان انتوا اول سنه مع بعض في الانتاج الحربي. يعني دايما ليه العلاقات مثلا بتبقى قويه؟ احنا ممكن نعرف مثلا لعيب معاه بقاله 3 سنين 4 سنين في الفرقه، لكن واضح ان انتوا قريبين قوي من بعض انت وعامر. انا وعامر يمكن اول سنه نتجمع مع بعض في الكوره، اكيد كنا نعرف بعض قبل كده بحكم ان احنا في الكوره، بس هي بتبقى مواقف، يعني مواقف بتقربك من الناس وبتخليك يعني بتعرف الناس اللي بتحبك قوي يعني والناس اللي قريبه منك. فكذا موقف حصل من اول السنه، طبيعي يعني العلاقه تبقى بين انا وعامر في كده. هو انا حصلت لي ظروف برضو قبل كده بتاعت الحادثه، ما سابنيش وجالي اسكندريه وكان بيطمن عليا كل شويه، فطبيعي ان انا اشيله على دماغي يعني في حاجه زي كده، وهو ده اللي مخلي الموضوع يعني قريب من بعضينا يعني. عامر دايما يعني صعب ان احنا نلاقي لعيبه كوره بيحبوا بعض قوي بصراحه يعني في الفتره اللي احنا فيها دي، لكن واضح ان انت وكابونجا اصحاب جامدين كمان، حتى يمكن زي ما كابونجا قال من المواقف او من التعامل يعني. لا هو بص، كابونجا قال لك المواقف بتبين الناس، وانا الحمد لله مع كابونجا من اول ما جاي، من اول يوم. وبص في قابليه كده للاشخاص من اول ما تشوفها لا في قابليه وفي حب فكابونجا كان من الناس دي، وفعلا المواقف اللي مريت بيها مع كابونجا كانت مواقف. احنا عارفين الحلقه دي مش هتعدي على خير واحنا قلنا الكلام ده. هو وشه في القبول. لا بجد والله، لا بجد، لا كابونجا من الناس الرجاله اللي فعلا تعتمد عليها في اي حاجه، اللي في اي ظرف مش هتسيبك. اي مشكله في اي مشكله في اي حاجه هتسيبه. قلت بيديله. كابونجا هو شعرك ما بيعملكش ازمه في الوسط الرياضي المصري بما انك انت يعتبر من المميزين؟ والله هو الازمه كلها مع الكابتن، هو الكابتن الوحيد اللي عايزني احلق شعري. بس انا كابتن مختار بعد ما جبت الجون في الجونه قلت لا خلاص هو كده، وبعدين انا سيبني هي الفورمه يعني. انا بقول لانس انت شبه مين؟ يقول لي انت اللي شبهي، فانا خلاص ما ينفعش ما ابقاش شبه الواد. وسبحان الله كابتن مختار كل سنه لازم يطلع له واحد بشعر يعني مشوا فادي نجاح جابوا لهم كابونجا. لما السنه دي بيقول لك ايه بقى بطريقته بقى؟ انت عارف انك بتقلد كابتن مختار بقى. كابتن مختار يعني في الكوره كده زي ما بيقولوا ابويا يعني. انا عشرت الكابتن مختار في الاتحاد، ويمكن دي من الحاجات اللي خلتني ان انا ابقى يعني واخد الخطوه بجديه ان انا اجي الانتاج. كابتن مختار يعني هو لما بيبقى حد عارف امكانياتك بيعرف يطلع اللي جواك يعني. فانا الفتره الاخيره بتاعت الاتحاد دي ما كانتش الدنيا متظبطه معايا، وانا خلاص بقى خدت قرار ان انا يعني اجرب في حته ثانيه. فكان اول حد جه في بالي الكابتن مختار يعني، وكان في ترحيب منه، فالموضوع ما خدش وقت كتير. اتمرنت معاه في الاتحاد؟ قعدنا، هو اول ما جه عليا وانا في الاتحاد، وقعدنا بعد كده السنه لحد برده ما مشى من الاتحاد. الفتره دي كلها انا كنت معاه يعني فيها. كابتن عامر اسمح لي معلش احرجك شويه. باذن الله تقوم بالسلامه. جالك الاهلي جالك الزمالك، كابتن عامر يوندي فين؟ اللي هيقدر عامر واللي محتاج فعلا عامر، مش اهلي وزمالك او زمالك اهلي، الاثنين فرقتين كبار جدا في مصر، فاي حد ليه شرف انه يلعب في اي مكان في الاثنين. فرصتك في اللعب حاسس ان هي ممكن تبقى فين؟ والله الفرصه دايما تبقى في الملعب يعني. انا المنافسه دايما الشريفه بحبها جدا، وبحب يبقى في منافسه يعني. دلوقتي عندي في الانتاج الحربي في احمد يحيى، في محمد موسى من الحراس كويسين جدا، المنافسه معاهم تبقى كويسه جدا، وده سبب من الاسباب ان الفتره اللي فاتت عامر بيظهر بصوره كويسه، ان معايا 2 حراس كويسين جدا. فانا لا يعني في اهلي او زمالك لا، لاي مكان هقدر ادي فيه واقدر المنافسه تبقى كويسه فيه هلعب فيه. عامر الدنيا اختلفت الفتره الاخيره دي يعني. الاهلي والزمالك ما بقوش الحلم اللي اللعيبه بتدور عليه في ظل الاسعار اللي احنا بنسمعها يعني. احنا سمعنا في الدوري المصري الموسم ده، وتحديدا فريق بيراميدز يعني، وما اللي اكيد بنقدم لهم التحيه، هم يعني دخلوا شكل جديد لكره القدم او الاستثمار الرياضي في مصر. لكن مبدا ان انت تسمع لعيب بياخد في السنه 18 مليون و20 مليون ممكن يغير مفاهيم ان خلاص الاهلي والزمالك كانوا حلم اي لاعب. النظره الماديه ممكن تكون او سبب في تغيير فكر اللاعب في الوقت الحالي في عصر الاحتراف اللي احنا فيه. بص انا هقول لك من وجهه نظري مع كامل الاحترام لفرقه بيراميدز والمبالغ اللي بسمعها هناك، انما اهلي وزمالك في مصر وافريقيا لا يعني. انا واحد من الناس اللي ما بدورش على الفلوس قد ما بدور على اسم نادي ليه كيان ليه اسم. فاهلي وزمالك وزمالك اهلي لا، انا بالنسبه لي الاثنين احسن ناديين في مصر وفي افريقيا. حتى لو انت اهلاوي؟ لا اهلاوي دي
انا قلتها لك قبل كده ان انا عندي ميول اهلاويه. تمام. لا قلت لك قبل كده ان انا عندي ميول اهلاويه والعيله كلها اهلاويه، انما الاحتراف حاجه تانية خالص. انت لعيب محترف بتلعب اهلي او زمالك. ما ده اللي انا بقول لك عليه، ان خلاص ما فيش اهلي يعني في احتراف. في احتراف، لا في احتراف. انما انت بتكلمنا على موضوع الفلوس او قصه الفلوس، لا المبالغ الماديه انا ما تفرقش معايا قد ما يفرق معايا النادي اللي انا هلعب فيه او المكان اللي هبقى موجود فيه. فان انا ابقى موجود في الزمالك او اهلي مش هدور على فلوس خالص، هدور على الكيان بتاع الفرقتين. فاهلي وزمالك طبعا فرقتين كويسين جدا، فالعب في اي مكان فيهم. كابونجا لو كابونجا ما كانش لعيب كوره كنت ممكن شايف نفسك فين؟ ممثل. شايف نفسك ايه؟ انا مش لعيب كوره؟ كان ربنا سترها على الناس عندنا. والله لا احكي لي موقف من ناوي تحكوا لي على المستشفى بتاع لا خلينا نحكي لنا موقف السكوتر بتاع الراجل اللي كنت راكب وراه. انا كنت راكب عندنا يعني في المنطقه، انا في اسكندريه وسيدي بشر وكده. ففي واحد حبيبي قوي يعني، فالمهم قال لي تعالى نروح ونجيب حاجه، فركبت وراه. فالمهم كل شويه انا راكب السكوتر وراه، يا ابني هنخبط يا ابني، ركبتي انا طويل بقى، فقاعد اقول له يا ابني ركبتي هتخبط. يقول لي ما تخافش، انا لو خبطت الاول مش انت اللي هتتخبط، انا اللي هتخبط الاول. طب يا ابني هنخبط. وكل شويه هو اصلا بيبقى رايح يعمل الحادثه، يعني مش احنا مستنيين الحادثه، لا هو رايح يعمل الحادثه. فالمهم انا قاعد على السكوتر كده، فخلاص بقى انا ايقنت ان انا ايه لازم يعني ايه ادعي. فدعيت بقى لما نروح المشوار كده، فدوبك طلعنا في جمال عبد الناصر كده. جمال عبد الناصر ده شارع رئيسي وكده، فانا راكب وراه السكوتر. فالمهم رحنا جايين ايه، اخد واحده في الثانيه. فالمهم جه عند مشروع كده، قلت له حاسب جاي خبط في المشروع، مش هو اللي خبط، ركبتي اللي خبطت. بقيت نازل قاعد في الشارع زي ما انا كده قاعد على السكوتر وهو كمل. المشكله مش في كده، المشكله ان هو راح المشوار ورجع بقى لقاني عند البيت بقى وحط لي بتاع وقاعدين تحت البيت وبتاع. قال لي انا زعلان منك. قلت له ليه؟ قال لي سبتني ومشيت في نص الطريق. بس ربنا يشفيه. ده موقف يعني، ده موقف واحد. ومره موقف تاني موقف في المستشفى. لا كان احكي لي موقف انا حكيته وانا في المستشفى، حوار ان كان في كوره اسمنت في الشارع. احكي لي بقى على حوار الكوره الاسمنت ده. بص انا كنت يعني ما شاء الله لو كان حصل لي حاجه كان زمان رحت. كنت رايح المدرسه، كنت في ابتدائي او اعدادي عشان انا كنت اصلا في الدراسه ضايع. انت بدات من اعدادي على طول؟ لا فتره ابتدائي كنت لسه بقى يعني كانت الشقه ايه ما خدتش حقها كده. فالمهم في الاعدادي رايح المدرسه ونازل كده، انا كنت اي حاجه بشوطها وانا ماشي في الشارع كده، الدوم طوب اي حاجه، واقعد العب كوره كده، ازاز بلاستيك. ففي واحد جاري هو فنازلين كده، فانا المهم شفت حاجه كده شبه الكوره بالظبط بس بحسبها فل. فرايح لسه بزق كده لقيتها اسمنت. فالمهم هو جاي من ورايا، رحت جاي راجع له تاني ورحت جاي طالع اجري ورحت جاي كاني بثبت له الكوره، قلت له شوت. كسر له رجل. لحد دلوقتي متجبر. عامر يعني طبعا الاصابه دي قضاء وقدر اكيد، ويعني الحمد لله يعني ان شاء الله ان انت ترجع احسن ما اقول. لكن ظروف الاصابه ان انت مع المنتخب او في اول انضمام للمنتخب، وعندنا افريقيا بعد اقل من شهرين او 3 شهور، موقف زي ده ممكن ياثر عليك او يخليك تبص للموضوع من نظره يعني سلبيه شويه، ولا ده دافع ليك لا انا ان شاء الله هرجع واكون احسن والفرص جايه كتير؟ بص انا دايما مؤمن بقضاء الله وقدره، فده طبعا اكيد خير من عند ربنا الاصابه تحصل في الوقت ده. الزعل الوحيد ان انا بقالي فتره كبيره شغال كويس جدا على نفسي علشان حته المنتخب، ولما جت حته المنتخب امر الله ان يحصل اصابه فيها يعني.
بس اللي مش مزعلني قوي ان انا في الفتره دي او بعد الاصابه يعني عرفت حب عند الناس ايه. انا الحمد لله من اول يوم لحد دلوقتي والناس موجوده عندي والتليفون 24 ساعه اتصالات، فدي الحاجه اللي مهونه على الواحد ان حب الناس عنده لا حاجه كويسه جدا. انا جدع، ايوه انا جدع، في مره حد مني اتوجع، لا لساني نطق بكلمه ورجع، واللي يقول غير كده كذاب. انا شرف في اي حته ولا بتهز من اي جته، وفي اي بلد انا رجلي حاطه، وليا في كل مكان صحاب. انا لما بصاحب التمام، صحبة التمام بتجيب قدام وصحابي. تضحك على المصري مخلص على الفرنش شوكولاته. حب الناس مخلي المصري واكل المصري المصري يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله ما بيحبش الشوكولاته خالص. احنا عادي الاعلانات عندنا متاحه. ما بيحبش الشوكولاته خالص، يمكن خلص علبتين او 3 شوكولاته. وعبد النبي برضو اشتكى منه والله هو هاني. انا عايز اعرف مين اللي جاب علبه الخشب. العلبه الخشب ده يا جماعه رحنا يعني واحنا في المستشفى، فاللعيبه جايبه بقى اللي جايب من لابوار وساليس سكريه وي فلقيت علبه خشب كده الوحيده اللي ما بتخلص. العلب كلها متاكله ودي ساكته زي ما هي كده فدخلنا فكان عامل عنده حد يعني. فايه الحد ده قام كده اتطفض لدرجه كان في واحد صاحبنا قاعد. انا شايف ان انت ستوب هنا وعلى مصر وخلاص كده كفايه، مصر كده جاب اخره. فجاب لنا علبه شوكولاته، فاكلت شوكولاته غريبه يعني. فجاء بعدها كلت اللابوار كان كده شوكولاته الشوكولاته اللي هي بتاعت عمر السعيد، عشان برضه الراجل برضه يديله حق عمر السعيد برضه طبعا. انا شايف ان انت دي بتاع العلبه الخشب ده على فكره. لا دي لا والله دي لا دي انا شايف ان انت بتاكل. ايوه ده الطبيعي بتاعك. عشت فتره كبيره مع الاتحاد السكندري والرجاء من قبلها وجو اسكندريه. اكيد نادي الاتحاد يختلف كتير بجماهيره وابن حميد وعادل شكل، وانك بيسموك ابن البلد، فاكيد الموضوع الاجواء هناك في اسكندريه غير. وكمان انت انت اللاعب الوحيد اللي في اسكندريه اللي الجمهور ما كانش بيشتمه. انا عايز اعرف ليه السر ده. يعني الفرقه في فتره جيتوا انتوا الفرقه كانت واقعه، الفرقه كلها كانت بتتشتم الا انت. مين اللي قال كده؟ انا اللي بقول. لا هو الجمهور دايما بيبقى عايز الفرقه تكسب، وده طبيعي ومن حقهم، فما بيبقاش قابلين ان اي حاجه غير المكسب. مثلا عارف مثلا ممكن انت مثلا الفرقه يعني لعيبه كتير ما تبقاش كويسه بس المكسب بيعدي، فالجمهور عادي. فالجمهور بقى بينفجر اما بيبقى فيه خساره او هم بقى يبداوا يزعلوا كده، فبيطلعوا زعلهم ده فاهم في السبب بتاع الخساره. فعشان كده بس انا بالنسبه لي كانت اسكندريه اصلا انا ما طلعتش بره اسكندريه في الكوره يعني. دي اول سنه اطلع بره اسكندريه والدنيا صعبه فاهم. بس الصراحه يعني مجموعه اللعيبه في نادي الانتاج والجو في نادي الانتاج انا ما كنتش متخيل ان الموضوع يبقى كده يعني. هم هونوا عليا كتير في حته ان انا ابقى سايب اسكندريه وكده وقاعد في القاهره. ممكن يكون الضغط عليك كمان خف شويه من نادي جماهيري يعني بالاتحاد السكندري الانتاج الحربي. ضغطك عليك كلاعب ممكن يكون قل شويه. بص انت في اي نادي جماهيري لازم هتبقى مضغوط طول ما في جمهور في النادي. بتبقى انت مثلا مطالب ان انت تعمل حاجات كتير قوي عشان الجمهور وعشان النادي وعشان حاجات كتير قوي فاهم. لكن في الانديه اللي هي زي مثلا الانديه العسكريه وانديه الشركات والحاجات دي الموضوع بيبقى مختلف خالص. انت بتبقى مثلا بعد الماتش لو لا قدر الله خسران. علاقتك بنادي الانتاج يعني هل حبك للنادي ولا حاجه معينه في النادي ان هي تخليك في فتره انتقالات يجي لك مبالغ مش هقول ضعفين وثلاث اضعاف عقدك في الانتاج الحربي، ومع ذلك ان انت تضحي بكل ده وتقعد في الانتاج؟ ايه اللي خلاك تعمل كده؟ واحنا لسه كنا بنتكلم عصر احتراف وفلوس، لكن ان انت بيجي لك ضعفين وثلاث اضعاف من انديه تانية ومع ذلك تفضل ان انت تكون موجود في الانتاج. بص الراحه النفسيه رقم واحد عند اي لعيب. انت مش مرتاح نفسيا في نادي مش هتعرف تأدي. انا الحمد لله بقالي 4 سنين في الانتاج الحربي مرتاح نفسيا مع الاداره، مع اللواء اشرف عامر، مع العميد حسام الشربيني، مع الكابتن خالد مهدي، مع الجهاز الفني اللي موجود. ده بيخليك مرتاح ومبسوط وبتأدي. الفلوس قلت لك مش اول حاجه في اولوياتي، انما الراحه النفسيه هي بتبقى اول حاجه. الناس اللي موجوده معاك، اللعيبه اللي موجوده معاك، الشخصيات اللي موجوده معاك بتفرق جدا.
ساعات بتروح انديه في لعيبه انت يعني بنقولها بالعربي كده وبتوع الكوره عارفينها، بتبقى في شلاليه في الفرق. لا الحمد لله فرقه الانتاج الحربي من اصغر واحد لاكبر واحد بتحسنا كلنا واحد، ما فيش فرق ما بيننا. فدي من ضمن الحاجات اللي بتشجع الواحد ان هو يبقى موجود مع الانتاج الحربي. وكابتن عامر عايز يعني اخدك لحته زمان شويه. شفت في نفسك امتى كحراسه مرمى او ان انت نفسك تبقى حارس مرمى؟ ومين اول حد وداك للسكه ديت؟ بص لما نروح لزمان هنرجع للبرنامج بتاع الكرة في الشارع. انا بدات فعلا في الشارع، كنت بلعب في الشارع في مش احنا في مركز، انا اصلا من سوهاج، من مركز البليانه، ده مركز تمام. بدات العب فيها ومع اصحابي وعادي. ففي جنبنا مركز شباب، بدات بقى اروح من الشارع لمركز شباب وبدات العب يعني عادي، شباب بتلعب مع بعض، اطفال بتلعب مع بعض. فلوس في لا على فلوس دي في اسكندريه مش عندنا. لحد اما كنت بلعب في مركز الشباب ده، ففي مدربين شايفه ان اطفال بتلعب او شباب بتلعب، فقال لي لا انت كويس، طب تعالى اتمرن معانا. فاتمرنت معاهم كويس، اتسجلت معاهم وانا عندي 14 سنه. لعبت درجه اولى يعني الفريق الاول وانا عندي 14 سنه. فدي كانت بالنسبه لهم حاجه غريبه ان واحد عنده 14 سنه بيلعب مع ناس 25 و30. دي كانت درجه رابعه طبعا. كنا درجه ثالثه في ألمونيوم ولا في سوهاج؟ لا في سوهاج مركز شباب. فلعبت معاهم ولعبت مع الاعمار السنيه ل 20 سنه وال 21 سنه. لعبت حوالي سنه ونص وصعدنا من ثالثه لثانيه. كنت الحمد لله يعني سبب من الاسباب ان هم يصعدوا من ثالثه لثانيه. الفتره دي خلصت بان انا لعبت مع منتخب سوهاج، منتخب المحافظه، ومنتخب المحافظه طبعا اسوان ومنتخب الاقصر ومنتخب قنا اسيوط، منتخب المحافظات كلها. فكان في موجود مجموعه من نادي الالمونيوم بيتفرجوا على الماتشات دي. كابتن حداد الله يرحمه وكابتن محمد الصنباطي كان دول من نادي الالمونيوم. فلا شافوا ان في حاجه كويسه ممكن تطلع من الحارس ده. وفعلا رحت ساعتها من مركز شباب للالمونيوم ب 5000 جنيه. ولعبت هناك 4 سنين مع كابتن حسين عبد اللطيف، من ضمن الناس اللي فعلا انا بدلهم بالفضل كابتن حسين عبد اللطيف. لعبت 4 سنين وبعد كده من الالمونيوم لانبي. كابونجا لعبت في الشارع؟ كنتش بطلع من الشارع على طول انا بقول لك بلعب على فلوس. بتلعب على ايه؟ اي حاجه والله، اي حاجه تمشي اليوم اي حاجه والله. يعني كنا مثلا بنلعب على فلوس، كان في كاس كده بنلعب عليه وما ينفعش نخسره عشان احنا كل جمعه بنلعب عليه الكاس هو فاهم. فلو حد خد الكاس غيرنا فمش هنعمل مصلحه بس فلا كنت على طول انا بلعب على اي حاجه. ايه اللي بتحلم بيه بعيد عن الكوره؟ بتحلم بيه لعامر وبتحلم بيه لمحمد واحمد اللي ما اعرفش هم اختفوا وراحوا فين. ايه اللي بتحلم بيه لبيتك وحياتك الخاصه بعيد عن الكوره؟ الاستقرار. يعني الاستقرار ده اهم حاجه في الاسره، واي لعيب عنده استقرار بيعرف يأدي في الملعب وبيعرف يبقى مبدع كده في الملعب. فهو الاستقرار رقم 1 عندي. يمكن برضو انا عايز اضيف حاجه مع زميلي احمد المصري. النهارده كانت حلقه جميله جدا واستمتعنا جدا جدا بوجود كابتن عامر، ربنا يقومه بالسلامه، وطبعا النجم كابونجا. انتظروه في فيلم قريب يا مسلسل حاجه كده. انا عايز اسال محمد حمد بالسؤال على الهوا. كابونجا اسمه ايه؟ 7 كابونجا 7. لا يعني كابونجا من كتر ما الاسم علق كابونجا يعني نسيت الاسم الحقيقي بجد. انا عايز اقول حاجه انا والله لا ثواني اشرف ثواني ناس كتير قوي بتقول لي كلمه اشرف دي، انا ماليش علاقه اصلا. اشرف انا بقولها انا بتريق بهرج، انا بقولها بتهريج. كابتن اشرف طبعا على راسي ومن فوق بتاع، بس انا الاسم بتاع كابونجا بيتربط باسم كابتن اشرف كابونجا. انا اسمي محمود بس ما فيش حد كتير عارف والله ما حدش عارف محمود فعلا. يمكن انا اتعمل يعني فعلا كابونجا في النادي. انا واثق ان في لعيبه معاك في الفرقه ممكن ما يعرفوش يعرفوا ان انت اسمك محمود. يعني كفايه ان هم عارفين ان اسمي كابونجا، ده تبقى نسيبه بس انا في النهايه يعني انا حابب اشكر عبد النبي اخويا طبعا، اللي هو عطى الفرصه ان المصري يرجع يمتعنا تاني. الفيديوهات انت وعدتني الفيديوهين، وطول ما المصري محترم نفسه انا ما بس هم فيديوهين
مش هيطلعوا لا ما هيطلعوا بس اما ينكشني. انا هستنى اول انا مكسب بحب المصري كابونجا جدا يا جماعه، كابونجا اخويا والله عشان الفيديوهين بيقول كده. طب قبل ما نختم انا عايز بس ايه تحكي الموقف ولا حكايه بتاع عاشور الادم واحنا قاعدين على البحر في اسكندريه. احنا قلنا من غير اسماء. جيت سيره. طب خلاص لا ده عاشور حبيب، عاشور لاعب محترم دمه خفيف قوي جدع والله. بس في ناس كتير في الكوره بتحس ان عاشور دايما متنشن اجريسيف شويه. لكن ايه يا ابو انس عشان اجريسيف. لكن عاشور دمه خفيف كده. فكنا قاعدين وكنت قاعد انا والمصري ونقول اسماء. بلاش هو الاسم التاني اللي مع وكذا حد يعني من بص لعيبه وصحفيين عمالقه التقطيع في اسكندريه محمد الجزار وإنس ايوه. وكنا قاعدين على البحر كده فجت سيره ان ايه كابونجا وعاشور ومش عارف ايه. انا اقول الاسمين دول عشان انا هيتفاوض مع محمد روح لاعب الزمالك فهيمشوا حد. اتصلت انا بعاشور على طول قلت له واحد صحفي لا كان واحد صحفي زميلنا اسمه محمد الجزار ربنا يشفيه يعني حبيبي محمد الجزار. فقال لي كابونجا قال له ده انا كنت في نادي الاتحاد النهارده وعرفت حاجه مهمه قوي. قال له ايه؟ قال له الاتحاد هيستغنى عن عاشور الادم. فطبعا ايه يا جماعه ما حدش يقول كابونجا طبعا ايه زر في دي. وصلنا كنت انا ومحمد الجزار كنا بايتين مع بعض. وصلنا البيت كنا في رمضان. انا كنت عايز امن عاشور بس. لقينا عاشور ايه الجزار ماسك التليفون. عاشور راني بتاع 40 مره والجزار شويه جبان بصراحه يعني. فعمال يقول لي ده شفت كابونجا صاحبك راح قال عاشور ادب. فراح مكلم عاشور ادب. فعاشور غلبان بقى. فعاشور بيقول له يا جزار هو مين اللي قال ان انا امشي؟ فشرفتنا كابونجا بجد. عامر شرفتونا في كوره في الشارع يعني احنا سعداء هي حلقه خاصه وحلقه يمكن تقديرا لنجم كبير هو الكابتن عامر اللي مش ينزل لنا الشارع احنا هنطلع له واحنا في الدور الكام؟ الثالث. هنطلع الثالث وكنا ممكن نطلع السابع والثامن والعاشر. انتظرونا دايما ان شاء الله في حلقات جديده مع نجوم كره القدم بصفه خاصه ونجوم الرياضه المصريه بصفه عامه. هنلعب مع بعض ونضحك ونعمل كل حاجه في الشارع. وانتظرونا دايما في كره في الشارع مع زميلي محمد عبد النبي اللي اكيد الكلمه ليه عشان ننهي الحلقه الحلوه دي. والله حلقه ممتعه، حلقه خفيفه، يا رب تكون خفيفه على كل الناس. مفيش كلام بعد اللي قاله احمد المصري. يا رب يكون احنا كمان كنا ضيوف خفاف على كابتن عامر وعلى كابونجا. احنا خفاف بس في ناس ورا الكاميرا مش خفاف. يعني يا رب نكون احنا خفاف. وانا المتاكد منه ان احنا ممكن نتكرش بعد الحلقه عشان المصري عمال بيقول انا شايف ريحه محشي وشايف ريحه مش عارف ايه فربنا يستر. تمام اهو بص اهو ناوي اهو. وباذن الله نشوفكم في حلقه قريبه جدا مع نجم جديد وكوره في الشارع. سلام.